في سنة 1897 في سفينة روسية اتأجرت لنقل حمولة خاصة، وبتتكون الحمولة من 50 صندوق خشب لنقلها من رومانيا لإنجلترا واسمها ديميتر. وبيبدأ فيلمنا في مدينة وبتبقى في إنجلترا بمجموعة جنود بيروحوا بيبلغوا ضابط إن في سفينة العاصفة رمتها على الشط، وبيروح الشرطي وبيشوف السفينة وبيتصدم، وبعدها بيروح ضابط عشان يشوف السفينة وبيقابله الجندي فليتشر وبيعرفه إن طلع السفينة علشان يتأكد إن فيها حد عايش، بس بيلاقيهم كلهم ميتين. وبيلاحظ الضابط في إيده كتاب وبيعرف إنه سجل قبطان السفينة، وبيفتح الضابط السجل وبيلاقي فيه تحذير ان ارواحهم في خطر وعلى وشك انهم يموتوا. وبيتصدم الضابط وبيخاف جدا. وقبل 4 اسابيع بنشوف الصناديق وهي متحمله على عربيات وبتوصل لمرسى المراكب في قريه فارنا في مدينه بلغاريا. وبعدها بنشوف كليمنس وهو بيلعب قمار مع عمال في المينا، وبنشوف قبطان السفينه وهو بينادي على حفيده توبي وبيعرفوا انهم هيتحركوا بعد شويه. وبتكون السفينه بتعاني من نقص عمال، وبيطلب القبطان من ويتشيك انه يعالج الموضوع قبل نقل الحموله. وبنشوف واحد وهو بيبلغ عمال المينا ان سفينه ديمتر بتدور على عمال لنقل حموله لانجلترا، وبيسمعوا كليمنس وبيروح علشان يلاقي شغل. وبعدها بنشوف ويتشيك وهو بيعرف العمال ان السفينه محتاجه 3 بحاره متمكنين للسفر للندن مقابل اجور بالذهب. وبينزل ويتشيك وبيختار منهم وبيقف عند كليمنس وبيساله عن اسمه وبيتعرف عليه. وبيشوف القبطان وبيعرفه انه متعلم، وبيعرف القبطان انه درس في جامعه كامبريدج. وبيعرفوا كليمنس انه يعرف في الطب وكمان يعرف في القوارب. وبيساله ويتشيك عن المعارف النظريه لو بحار ضاع في البحر، وبيقول له كليمنكس ان علم الفلك بينقذ اي بحار حتى لو ضاعت الخريطه والبوصله منه عشان النجوم ما بتضيعش. وبيكون ويتشيك مستغرب من ردوده، وبيكون عارف انه عاوز يوصل انجلترا وبيسيبهم وما بيختاروش. وبعدها بيعرف ويتشيك ان القبيله اللي موصلين الصناديق عاوزين يمشوا قبل غروب الشمس، وبيكون ويتشيك عاوزهم يساعدوه في نقل الحموله، بس قائد القبيله بيرجع له فلوس الرحله وبيبص له بصه غريبه وبيمشي. وبعد ما بيبداوا العمال في نقل الصناديق وبيكون كليمنكس قاعد قدام السفينه، وفي نفس الوقت بيشوف واحد من العمال الرسمه اللي على الصندوق وبيفقد تركيزه وبيكون على وشك ان يقع الصندوق على توبي حفيد القبطان، بس بيروح كليمنكس وبينقذه. وبعدها بيروح ويتشيك وبيطلب منه يطلع على السفينه. وبعدها بيبداوا يتحركوا وبيروح توبي وبيطلب من كليمنكس ان يعرفه على السفينه، وبيبدا يعرفه على الغرف وبيعرفه كمان على الكلب هاك وبيوري له غرفه الاكل، وبيعرفه على الطباخ جوزيف. وبيكون في الوقت ده القبطان بيكتب سجلات السفينه، وبنعرف ان الحموله فيها قطن وبراميل نفط وصناديق مجهوله لندن. وبالليل بيكون طاقم السفينه بيستمتع بوقته وبيبلغ القبطان ويتشيك انها اخر رحله ليه قبل التقاعد، وبيعرفوا انه هيشتري كوخ في ايرلندا، وبيعرفوا انه محتاج يقضي اللي باقي من عمره مع بنته وحفيده. وبيقول له ويتشيك انه الخليفه بتاعه. وبعدها بيكونوا نايمين وبتكون الفئران في كل حته، وتاني يوم بيقعدوا ياكلوا. بيكون كل عامل بيفكر هيصرف المكافاه بتاعته في ايه، وبيكون كليمنس قاعد ساكت. فبيساله القبطان هيعمل ايه بفلوسه، وبيعرفوا كليمنكس ان الفلوس مش مهمه بالنسبه له وانه عاوز يتعلم حاجات تانية في حياته. وبيسخروا منه العمال. وفي نفس الوقت ده بينبح الكلب بشده، وبيطلب القبطان من توبي ان يطمن على المواشي. وبينزل معاه كليمنكس ويكون المواشي طلع اصوات غريبه، وبيكون توبي خايف بس بيطمنه كليمنكس وبيفهمه انه بيحسوا لو في عاصفه جايه. وبيدخل كليمنكس وبيغطيهم، بس فجاه السفينه ميل بيهم وبيكون البحر فيه امواج عاليه. وبيسمع كليمنكس حاجه اتخبطت في عنبر الشحن، وبيطلب من توبي يعرف القبطان ان في صندوق اتفتح. وبيدخل كليمنكس العنبر وبيتفقده، وبيشوف صندوق مفتوح وبيكون التراب اللي جواه واقع على الارض. وبيمسك كليمنكس التراب بايده وبيحفر فيه، وفجاه بتتحرك جثه قدامه وبيخض جدا، وبيروح وبياخدها عشان يكشف عليها. وبيكون ويتشيك خايف منها لا تنقل له عدوى، بس بيكون كليمنكس مصر ان يكشف عليها ويعالجها. وبيعرف كليمنكس انها مصابه، وبيقول للقبطان انها محتاجه دم علشان تقدر تحارب العدوى. وبيقرر ان يتبرع لها بدم. وفي الوقت ده بنشوف صندوق تاني بيتفتح وبيخرج منه شخص تاني، وبيكون ويتشيك عايز يرمي البنت في البحر، وبيكون خايف منها بس بيعرفه القبطان انه هيديها غرفه. وبيعرف كليمنكس انها تقسم الاكل والشرب معاه. بعدها بيكون كليمنكس قاعد بيعالجها، وبيدخل عليه توبي وبيطلب كليمنكس منه انه يقعد جنبها، وبيروح عشان يستلم ورديته. وبيكون اوليغران بيتفقد المحيط بالمنظار، وبيلف وبيشوف شخص شكله مرعب جدا وبيشيل المنظار بس ما بيشوفش حد. وبيروح يدور عليه وبيلاقي على الارض تراب ودود. وفي الوقت ده بينادي عليه كليمنكس بس ما بيردش عليه، فبيقرر انه يروح ويدور عليه. وفجاه بيظهر من وراه وبيساله لو شاف حد غريب على السفينه، بس بيعرفوا كليمنكس ان مفيش حد غيرهم على السفينه. وبعدها بنشوف الكلب وهو في عنبر التخزين وبيشوف خيال حد عملاق. وبعدها بيكون جوزيف رايح للمطبخ وبيدوس على حاجه بالغلط، وبيتصدم لما بيلاقي الكلب مقتول. وبيروح على غرفه المواشي وبيلاقيهم كلهم ميتين. وتاني يوم بيشوف القبطان جثث الحيوانات، وبيكون شاكك ان في حد من عمال الطاقم هو اللي قتلهم. وبيكون كليمنكس شاكك ان الكلب هجم على الحيوانات وقتلهم وبعدها مات. وبيأمرهم القبطان يتخلصوا من الجثث وهيحقق في الموضوع لما يوصلوا للمينا. وبيسمع واحد من العمال الكلام وبيكون متعصب جدا، وبيكون شاكك في جوزيف وكليمنكس. وبيتضايق كليمنكس وبيكون على وشك انه يتقاتل معاه، بس بيتكلم اوليغرين وبيعرفهم ان اللي عمل كده مش بشر، وبيقول لهم ان
الشر اتمكن من السفينه. وبالليل بنشوف البنت وهي بترعش وبيكون في وحش مستخبي في غرفتها وبينادي عليها، وتاني يوم بيتخلصوا من الجثث وبيكون توبي زعلان جدا على الكلب بتاعه وبيروح له كليمنكس وبيحاول يواسيه. وبعدها بنشوف جسم غريب بيتحرك في عنبر الشحن وبيكون شكله مرعب. وتاني يوم بيكون في عاصفه في البحر وبيكون أولاغرين وكليمنكس بيعدلوا شراع المركب وبيعرفوا أولاغرين انه شاف حاجه غريبه امبارح. وبيكون كليمنكس مش مصدقه وبيعتقد انه مجرد خرافات. وبيعرفوا أولاغرين انه شاف وش في الضلمه وكان شكله مرعب جدا. وبعدها بيكون كليمنكس لسه بيحاول ينقذ البنت وبينقل لها دم وبيكون الاكل قرب يخلص من السفينه وبيكون العمال متضايقين جدا وبيكون باقي ليهم اسبوعين ويوصلوا لانجلترا. وبعدها بيعرف كليمنكس من توبي ان اسمها انا وبيعرفوا توبي انها كانت بتتكلم وهي نايمه. وبالليل كليمنكس بيقابل جوزيف واللي بيعرفه انه خايف جدا وبيكون كليمنكس مفكره خايف من فيران وبس بيعرفوا جوزيف ان فيران كلها اختفت وبيكون جوزيف حاسس ان في حاجه غلط. وبعدها بيسمع بيتروفسكي صوت وبيكون مفكر صاحبه ابراماز بيعمل فيه مقلب وعاوز يخوفه. وبيروح عند الصوت وبيشوف سقف عنبر الشحن متكسر وبيسمع صوت تاني وبيروح عنده وبيشوف جسم غريب بيتحرك في الارض وبيطلع سكينته وبيقرب عليه بس فجاه بينط عليه وبيذبحه بمخالبه. وبيقعد الوحش يشرب في دمه وبيحاول يهرب منه بس بيمسكه الوحش من رجله وبيفضل يقطع فيه ويشرب دمه لحد ما بيموت. وبعدها بيسمع كليمنكس صوت وبيروح عشان يدور على بيفسكي بس بيلاقي سقف العنبر مكسور وبيشوف سكينته وبيروح يبلغ القبطان على اتفاقه. وتاني يوم بيعتقد القبطان ان بيتروفسكي كان سكران واتزحلق ووقع في البحر بس بيعرفوا كليمنكس انه شاف دم على الارض وبيكون ويتشيك بيشك فيه انه سبب الجرايم دي كلها. وفي الوقت ده بتفوق البنت وبيكون كليمنكس بيشرح للقبطان ان الكلب كان عليه علامات عض وبتسمعه البنت وبتروح وبتحذرهم وبتطلب منهم يسيبوا السفينه وبيخاف القبطان منها. وبيروح كليمنكس وبيمسكها وبيأمر ويتشيك العمال انهم يكملوا الطريق ومحدش يسمع للخرافات. وبيكون القبطان بيسجل كل اللي بيحصل في السفينه. وبالليل بيكون كليمنكس بينقل دم الآنة عشان يسيطر على العدوى وبيسألها كليمنكس لو عايزه تعرفه حاجه وبتعرفه ان في شخص موجود على السفينه وبيسألها عليه بس ما بتردش عليه. وبيسألها كانت في الصندوق ليه وبتحكي له ان في قريتها كان في شر بيعيش في اعلى الجبال وانه قديم جدا. وبتعرفه كمان انه لما بيعوز يخفي طبيعته الحقيقيه بيظهر في الليل وبيتغذى على الدم وبتكون مش عارفه هو بشر ولا حيوان. وبيسألها كليمنكس عن وجودها في السفينه فبتوري له اثار عض على ظهرها وكتفها وبيعرف كليمنكس انه جايبها معاه عشان يغذى عليها. وبتقول له ان شعبها بيسموه دراكولا وبتعرفه انه على السفينه وده معناه انهم بيحتضروا ومستحيل يقدروا يمشوا من السفينه. وبعدها بيطلع الوحش من المخزن وبيظهر ورا لارسن وبيلف لارسن وبيكون الوحش اختفى وبيمشي لارسن في السفينه. وفي الوقت ده بيسمع صوت وبيكون مفكره أولاغرين وفي الوقت ده بيجي له أولاغرين وبيكون مفكره خبط عليه وبيستغرب لارسن من كلامه. في الوقت ده بيسمعوا هما الاثنين صوت وبيطلعوا السكاكين وبيمشي أولاغرين في اتجاه الصوت. وفجاه بيهجم الوحش على راسن وبيفضل يخبط دماغه في المركب لحد ما بتتفجر وبيشوف أولاغرين وبيخاف منه وبيطلع على الشراع وبيكون الوحش رايح في اتجاهه. وفي الوقت ده بتميل السفينه بيهم بسبب العاصفه وبيطلعوا كلهم علشان يتحكموا في عجله قياده وبيلاحظوا اختفاء أولاغرين ولارسن وبيروحوا وبيدوروا عليهم. وفي الوقت ده بيشوف كليمنكس دم بينزل على توبي وبيبص فوق وبيلاقي جثه أولاغرين وبينزلوها وبيفوق أولاغرين وبيكون مفزوع جدا وبيكون في اثار عضه على رقبته وبيكتفوه عشان كليمنكس يحاول يعالجه وبيخيط له كليمنكس الجرح. وبنعرف ان اقرب مينا هي انجلترا ومفيش مكان يقفوا فيه. وبيكون ويتشيك شاكك ان الحبال لفت على رقبته وجرحته بس بيعرفوا كليمنكس انها نفس العضه اللي شافها على الحيوانات. وبيأمرهم القبطان ان الورديه دي يكون فيها راجلين مسلحين وبيطلب من ويتشيك يفتش السفينه. وبيروح ويتشيك وباقي العمال عشان يفتشوا السفينه. في الوقت ده بيطلب القبطان من حفيده ان يلمع له المنظار بتاعه وبيطلب منه يقفل الباب عليه كويس. وبيروح العمال وفي الوقت ده بنشوف أولاغرين وهو بيترعش وفجاه عينه بيكون شكلها غريب جدا. وبعدها بيسمع توبي صوت وبيفتح الباب علشان يشوف مين وبيخرج وبيفضل ماشي في مخزن السفينه وبيشوف أولاغرين وبيروح عشان يطمن عليه بس بيكون شكله غريب جدا. وبيحاول توبي يهرب بس يمسكه وبيسحبه من هدومه وبيقدر توبي يهرب منه بس طرده أولاغرين وبيكون على وشك ان يمسكه بس بيدخل توبي غرفه القبطان وبيقفل الباب عليه وبيمسك سكينه وبيكون خايف جدا وبيقرب من الباب عشان يشوف لو مشي بس فجاه بيسمع صوت خبط على الباب وبيتخض جدا وبيكون أولاغرين بيخبط دماغه في الباب بطريقه مرعبه لحد ما بينزف وبيستخبى توبي تحت طاوله وبينجح أولاغرين ان يكسر الباب. وفي الوقت ده بيسمع كليمنكس صوت وبيعرف ان الصوت من غرفه القبطان وبياخد سلاحه وبينزل لتوبي وبيكون أولاغرين على وشك ان يفتح الباب بس بيخرج ايده وما بيفتحوش. وفي الوقت ده بيوصل كليمنكس وبيشوفه وبيحاول يتكلم معاه وبيتصدم لما بيشوف وشه. وفجاه بيهجم عليه أولاغرين وبيوصل ويتشيك وبيوقعه على الارض. وفي الوقت ده بيكون توبي قاعد خايف في الغرفه وفجاه بيشوف قدامه الوحش وبيطلع عشان يشوفه بس بيختفي من قدامه. وبيروح القبطان وكليمنكس وبيبصوا من فتحه الباب وبيشوف الوحش جوه الغرفه وبيتفزعوا من شكله المرعب وبيفضلوا يكسروا في الباب عشان ينقذوا توبي. وفي الوقت ده بيظهر الوحش فوق توبي وبيمسكه وبيعضه من رقبته وبتروح انا وبتاخد السلاح وبتضرب طلقه وبتكسر الباب وبيروحوا يدوروا
بيدوروا على توبي وبيكون فاقد الوعي وبيمسكوا جده وبيشوف العضه وبيكون زعلان عليه جدا. وبعدها بيقعد جده وبيتبرع له بالدم وبيتمنى انه يبقى كويس. وبنعرف ان لسه قدامهم 5 ايام عشان يوصلوا لندن وبيكونوا مش عارفين هيعدوا الايام دي ازاي، وكمان الاكل على وشك انه يخلص. وبعدها بيربطوا اولغرين في السفينه واللي بيكون شبه المجنون. وفجاه بيتكلم اولغرين وبيكون كليمنكس مفكر انه عاوز ميه، بس بتشرق الشمس في الوقت ده وبيقعد اولغرين يصرخ من الالم وبيبان ان الشمس بتحرقه وبيفضل يتألم لحد ما بيتحرق. وبيضربوا ويتشك طلقه عشان يخلصوا من العذاب. وبالليل بيقرر كليمنكس انه يفتح باقي الصناديق وبتصر انا انها تروح معاه وبتعرفوا ان عندها فكره ازاي تقتله وبياخدوا اسلحه. وفي الوقت ده بيكون جوزيف بيجهز القارب وبيهرب من السفينه. وبيوصل كليمنكس لعنبر الشحن وبيشوف صندوق وبيفتحه وبيلاقي تراب. وبيروح عند صندوق تاني وبيلاقي تراب برضه. وبيوصل عند صندوق مختلف عن باقي الصناديق وبيكون مقفول بطريقه مختلفه. وبيقدر كليمنكس انه يفتحه وبيلاقي دود كتير وعصايه شكلها مختلف. وبيعرف انه مكان نوم الوحش. وفي الوقت ده بيكون جوزيف في الميه وفجاه بيسمع صوت غريب وبيظهر الوحش وراه وبيقتله. وتاني يوم بيروح كليمنكس وبيبلغ القبطان بموت توبي. وبيكون القبطان يأس وبيعرفوا ان محدش هيعيش على السفينه. وبيتجمع الطاقم عشان يصلوا عليه وبيكونوا على وشك انهم يرموه في البحر، بس بيلاحظ القبطان انه اتحرك وبيروح وبيشيل الغطا من عليه. وفجاه بيصحى توبي بيكون شكله غريب وبيتحرق من الشمس وبيهجم على القبطان وبيحرق وشه. وبيروح كليمنكس وبيرمي توبي في الميه. وبعدها بيقعدوا يخططوا ازاي يحصنوا السفينه ويقتلوا الوحش. وبيكون باقي يوم واحد ويوصلوا لندن. وبتقترح عليهم انا انهم يغرقوا السفينه والوحش عليها. وبيوافق كليمنكس على فكرتها وبيعرفهم انهم هيهربوا بالقوارب. وبيكون ويتشك متضايق جدا ان ديمتري هتغرق وبيقنعوا كليمنكس انها الطريقه الوحيده عشان يفضلوا عايشين. فبيطلب ويتشك منه الفاس عشان يروح ويغرق السفينه بنفسه. وبعدها بيحصنوا السفينه وبيقفلوا عنبر الصناديق عشان الوحش ما يعرفش يخرج. وبيعرفهم كليمنكس ان انا هتولى القياده في الليل، ولما يخرج الوحش ويروح عشان يهجم عليها هيضربوا عليه نار. وبعدها يغرقوا السفينه ويهربوا بالقوارب. وبعدها بيروح كليمنكس وبيبلغ القبطان بالخطه. ولما بيعرف القبطان انهم عاوزين يغرقوا السفينه بيطلع مسدس وبيصوبه على كليمنكس. فبتدخل انا عشان تقنعه يتراجع، بس بيصوب المسدس عليها وبتفكروا بتوبي وبيقنعوا ان ده الحل الوحيد عشان ينتقموا من الوحش. وبيقتنع بكلامها وبيعرفهم انه هيفضل على السفينه حتى لو غرقت. وبيعرفهم ان ما عندوش مكان تاني يروحوا. وبالليل بيكون الطاقم اخد موقعه وبيشوف شاطئ لندن قدامهم. وبيلاحظ ويتشك ان في عاصفه قويه جايه عليهم. وفي الوقت ده بيظهر دخان وما بيكونوش شايفين حاجه. بعدها بيظهر وحش وبيكون على شراع السفينه وبتحس بيه انا. وبيلاحظ كليمنكس ان عنده جناحات وبيصوب عليه. وفي نفس الوقت بيشد الوحش الحبل اللي مربوط بيه ابراماز وبيقدر يوقعه من البرج ويقتله. وبعدها بينزل ويتشك وبيكون خايف جدا. وفجاه بيسمع صوت وبيلف وشه وبيهجم عليه الوحش وبيقع في عنبر الشحن. وبيتصف رجله وبيروح له الوحش. وبيحاول ويتشك يتحامل على نفسه وبيدخل غرفه وبيقفل على نفسه. وفي نفس الوقت بيوصل كليمنكس للقوارب وبيجهزها وبيروح يجيب ويتشك والقبطان. وفي نفس الوقت بيمسك ويتشك الفاس وبيفضل يكسر في السفينه وبيظهر وراه الوحش وبيعضه. وبعدها بيوصل كليمنكس وبيشوف ويتشك وهو فاقد الوعي وبياخد الفاس وبيروح للقبطان واللي بيكون بيحاول يسيطر على السفينه. وفجاه بيلاقي الوحش قدامه وبيعرفه القبطان انه مش خايف منه. فبيهجم عليه وبيعضه. وبيشوف كليمنكس القبطان وهو مربوط وبيحتضر وبيروح وبيفكه وبيطمنه انه هيبقى كويس وانه مش هيمشي من غيره. وفي الوقت ده بيموت القبطان وبيزعل كليمنكس عليه جدا. وبيقوم بياخد الفاس وبيفضل ينادي على الوحش ويستفزه وبيعرفه انه مش خايف منه. وفجاه بيظهر وحش قدامه وبيروح له وبيضربه بجناحه وبيوقعه على الارض. وبيكون الوحش على وشك انه يموت كليمنكس، بس بتضربه انا برصاصه في ظهره وبيشوفها وبيهجم عليها وبياخد منها السلاح. وبعدها بيعضها. وفي الوقت ده بيروح كليمنكس وبياخد الفاس وبيجرح الوحش في ظهره وبياخد انا عشان يروحوا للقارب، بس بيمسكوا الوحش من رقبته وبيجرحه بمخالبه عشان يشرب دمه. بس بتروح انا وبتقطع حبله وبتنط هي وكليمنكس في الميه وبيقع الشراع على الوحش. وفي الوقت ده بيشوف واحد في البرج السفينه وبيطلب من ابنه يبلغ الشرطه. وبيكون الوحش لسه ما ماتش. وتاني يوم بيكون كليمنكس وانا في الميه وبتكون انا بدات تظهر عليها اعراض العضه وبيزعل عليها كليمنكس جدا وبتطلب منه انه يسيبها في الميه قبل ما تتحول. وبيكون كليمنكس مش عاوز يسيبها وبتشكره انه انقذ حياتها وبتنفصل عنه وبتطلع الشمس وبتتحرق. وبعدها في مدينه ويدبي وبنشوف كليمنكس وبنعرف انه بيدور على مكان اسمه كارافاكس وبيروح للمكان وبنعرف انه بيت الوحش. وبيشوف الوحش وهو معاه العصايه. وفجاه بيحس كليمنكس ان حد لمسه وبيخرج بره المكان وبيشوفه وبيروح ورا كليمنكس علشان ينتقم منه. وبيخلص فيلمنا لحد هنا.